بصوا حبايبي الحركة دي عشان نرطب على العصافير في الجو الحر ده، نحط لهم قالب التلج ده علشان الحر الثوابت تضعف. بصوا حبايبي الفكرة الجميلة اللي هنعملها مع بعض النهاردة، هتاخدي حسنات وانت قاعدة في البيت. بصوا الجمال، من ازازة بس حاجتين في البيت موجودين. شوفوا نقصت ازاي، ديت كانت موجودة والعصافير ايه شربت منها في الجو الحر اللي احنا فيه ده. احنا مليناها كده على الاخر بعد ما شربوا وخدنا حسنات واحنا قاعدين في بيوتنا. احنا دلوقتي انا عملت 2 بس، ممكن تعملي 3 4 حسب الازايز اللي عندك. ولازم الازازة هتعرفوا في الفيديو، لازم الازازة يكون من فوق فيها علامة معينة هتشوفوها في الفيديو. يعني شوفوا الازازة دي متساوية ازاي يا حبايبي من فوق، والمية فيها مظبوطة ازاي. هوريكم الازازة التانية نقصت بس المية ايه مش متساوية فيها، والازازة ما كانتش متساوية لاني اخترت ازازة معينة. هوريها لكم التانية يا حبايبي اهو. يا حبايبي دي الازازة التانية برضو نقصت، برضو يعني هي نجحت، ما الفكرة برضو نقصت بس مش متساوية من الاخر من فوق كده اهي. وناقصة ازاي مية ازاي، نملاها تاني للعصافير واليمام اهو يا حبايبي. شوفوا مش متساوية للاخر ازاي، فشربوا في الايام الحر اللي احنا فيها دي. والكعب بتاعها حطينا فيه ايه، وشوفوا الازازة من تحت مقفولة ازاي يا حبايبي اهي. طبعا مش هتنزل ميه. وهنوريكم الازازة اللي هي طلعت مش متساوية من فوق، نختار الازازة النهين ونعمل الحسنات ديت بحاجتين ومكونين في البيت عشان ربنا يكرمنا واحنا في عرض ايه حسنة اليومين دول. وان شاء الله ناخد حسنات وربنا يجعلنا من اللي هم ايه يدخلوا الفردوس الاعلى باذن الله. وشوفوا الكعب بتاعها حطيت فيه ايه، شوفوا العصافير نكشينه ازاي، اللي هي كعب الازازة. هنشوف اتعملت ازاي ونختار الازازة اللي هي نوعها ايه وشكلها ايه يا حبايبي. هو كل الازايز تنفع بس في ازايز معينة ليها مواصفات كويسة ممكن نعمل بيها، وممكن نعمل بازازة تانية حسب ما انت ايه تعرفي توسطني الازازة. فيلا بينا يا حبايبي نشوف الازازة الجميلة ديت عملناها ازاي، وازاي نكسب حسنات واحنا قاعدين في البيت بحاجتين بس عندنا. يلا بينا حبايبي نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومة مفيدة معنا. النهاردة حبايبي جايبه لكم فكرة جميلة نلم بيها حسنات. الفكرة دي ايه بقى؟ الازايز اللي هي بتاعت المية المعدنية. اي ازازة بتاعت مية معدنية ممكن تلمي بيها حسنات وانت قاعدة في بيتك مرتاحة. هنعمل ايه يا حبايبي بقى؟ هنجيب ازازة المية المعدنية اللي هي فيها حتة مجوفة دي كده، اللي هي فيها الحتة دي، لكن دي لا طبعا. الازازة دي يا حبايبي لا، شوفوا الازازة دي ايه ما فيهاش الحتة المجوفة. المجوفة ديت هي اللي ايه هنلم بيها حسنات واحنا قاعدين مرتاحين. واخدين بالكم يا حبايبي؟ واللي ليها حز من هنا، شوفوا الحز ده، الخط ده برضو حلو. لو دي ما فيهاش الخط ده عادي هنوقف فيها اهي بسيط، ممكن نوسطنها. اللي تلاقي ما فيهاش خط من هنا اهوت عادي ممكن تتقص من هنا، لكن اهم حاجة يكون فيها الحتة المجوفة دي. خلاص خلي بالكم يا حبايبي، لازم يكون فيها الحتة المجوفة دي. تمام؟ هنعمل ايه بقى بازازة المية المعدنية دي عشان نلم بيها حسنات كده واحنا قاعدين مرتاحين، واحنا اليومين دول في عرض حسنة علشان احنا في ايام الحمد لله عليها، الحمد لله والشكر لله على كل حال. بص يا حبايبي هنعمل ايه في دي بقى. هنيجي في الازازة دي اللي احنا عايزينها، اللي هي تبقى فيها حتة كده هوت ايه داخله لجوه كده اهي، غير دي طبعا. هنيجي نقطع الحتة اللي تحت دي، الحز ده، الحز الاولاني التاني براحتك. انا هقطع الحز اللي هو ده اهو يا حبايبي اهو، هقطعه وارجع لكم يا حبايبي من اول هنا اهو كده. بصوا اهو كده اهو هقطع دي. عايزه تقطعي دي ماشي، هتبقى قصيره الازازه. عايزه تقطعي دي ماشي، يعني حسب رغبتك. قلنا زي ما قلنا لو الازازه ما فيهاش الخطوط دي ممكن انت براحتك تعملي ايه، تقطعي من هنا لو ما فيهاش الخطوط بتساعد شويه عن ان انت تعرفي ايه تسويها. بس اهم حاجه في الازازه انها تبقى فيها الحته المجوفه دي. تمام يا حبايبي؟ هقطع دي بقى وارجع لكم.
اهو يا حبايبي بصوا اهي، قطعتها من الخط التاني عشان قبل كده قطعتها من الخط الاولاني، كانت البتاعه دي صغيره عشان طبعا بايه بنحط فيها حاجات حبوب وحاجات. دي بقى بصوا حبايبي شكلها بقى ايه اهي، مفتوحه من هنا اهو كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو اهي، والغطا من جوه تمام. بصوا متساويه ازاي، انا عملت قبل كده واحده ما كانتش متساويه، الخطوط بتساعد شويه واخدين بالكم اهو. احنا بقى مش عايزين الازازه التانية دي نشيلها خالص كده، واخدين بالكم ماشي يا حبايبي. بس يا حبايبي بعد ما قصيناها بالطريقه ديت وسويناها، هقول لكم هنعمل ايه يخلينا ناخد حسنات كده واحنا قاعدين مرتاحين، وبأدوات بسيطه. بصوا الحبل ده بس، ادي الحبل يا حبايبي. الحبل ده او رباط جامد او اي حاجه او دباره، هنربطها من الحته اللي هي يا حبايبي ده اهي الغويطه دي. وطبعا الازازه زي ما انتم عارفين مقفوله من هنا اهي زي ما انتم شايفينها واخدين بالكم. هنربط بقى ايه الحبل بالطريقه دي، وديت بقى هنحط فيها يا حبايبي حاجات قمح رز حاجات للعصافير. وهقول لكم بقى عملت ازاي اللي انا ربطتها وهوريها لكم. بصوا حبايبي انا ربطتها من هنا اهي وربطتها من تحت زي ما انتم شايفينها كده. اللي تحت دي هربطها في الحديد بتاع الحبل او في البلكونه، يعني لو عندك حديد اربطيها، لو عندك مثلا خشب البلكونه خشب تربطيها فيها وتحطيها عند الحبل كده. اللي ما عندوش حديد في البلكونه يربطها عند الحبل، وبعدين تربطيها من تحت عشان تثبتيها، ونملاها ايه ميه. وهي ايه طبعا مش هتنزل ميه من هنا، هنملاها ميه ونحط قمح او رز او اي حاجه العصافير تقدر تاكلها او اليمام او كده واخدين بالكم. وهوريكم علقتها ازاي في البلكونه. يلا حبايبي معايا. بصوا حبايبي هنا حطيت حيل بقى او قمح او اي حاجه، وديت ربطتها زي ما قلت لكم. بصوا مربوطه من تحت اهي، مربوطه من تحت اهي زي ما انتم شايفين. وطبعا الغطا الازازه مقفول ما بينقطش ميه، ومربوطه في الحديد هنا برضو ربطاها واخدين بالكم. الحته اللي قلت لكم عليها مجوفه اهي، عاملاها بقى ميه للعصافير في الجو الحر قوي دوت. هناخد حسنات واحنا مرتاحين وقاعدين نفرح اهو يا حبايبي. وتاخد ميه كتير يعني مش هتحتاجي تغيريها يا حبايبي اهي لحد الاخر اهي. مليتها للعصافير او اليمام. وديت بقى ايه تحطي فيها اي حاجه رز او اي حاجه. انا عملت 2 اهو يا حبايبي اهو، واحده اهي وواحده تانية اهي اهي، وحاطه هنا رز. شوفوا نكشوه ازاي، بس هياكلوه في النهايه بلاقيه تاكل. والميه اهي عشان برضو العصافير نقصت ازاي هنا. والجو زي ما انتم شايفين حر جدا، واما يشربوا العصافير كده هتاخدي حسنات وانت قاعده في البيت مستريح. وربنا يكرمنا جميعا ويدخلنا الفردوس الاعلى باذن الله ويكرمكم. ويا ريت كل واحد يعمل الحركه اللي انا عملتها ديت علشان ربنا يكرمه. ودي فكره جميله، وربنا يجعلنا كده دايما من الناس اللي بيعملوا حسنات. اتمنى يا حبايبي تعملوا الفكره ديت في البلكونه عندكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.